السلام عليكم البنات. كيما راكم تشوفوا اليوم ان شاء الله راح نديروا عشيوه تجي خفيفه وتجي بنينه ما شاء الله. كاين بزاف اللي ما يحبوش الشوفلوغ. ان هنا نديروا لكم بطريقتي وتجي بنينه ما شاء الله. كنت غليت راس تاع الشوفلوغ، غليته مع 2 حبات بطاطا، ضفت له 6 حبات تاع الفخوماج، وضفت له 2 حبات بيض، ضفت له شويه فلفل الكحل وشويه ملح. ما ننساوش دائما وابدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل وازكى الصلاه والتسليم. بعد ما خلطته، هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه. هنايا عندي كيس تاع الخميره الكيميائيه، يعني الخميره تاع الحلوى، درت باكي، ونضيف الفارينه يعني بشويه. دوك نوري لكم القوام اللي نتحصلوا عليه. هذه مليحه سورتو للدراري اللي ما يحبوش الشوفلوغ، ديروا لهم بهذه الطريقه تجي بنينه وياكلوه ما شاء الله. انا ولادي يحبوه بزاف وكلاوه. قلت لكم هنا نبدا نضيف الفارينه يعني غير بشويه، ونبدا نخلطه. هذا هو الخليط اللي تحصلت عليه. نديرو في لابوش، والزيت كانت سخونه بزاف، ونبدا ندير هكا دي بوده هادو شويه صغار ونقليهم يحمروا من الفوق ومن التحت، ويجوا خفاف ويجوا ما شاء الله، يجي فيهم طعم شباب. هنا بعد ما طابوا هذا الشكل اللي تحصلنا عليه. رافقت معاهم المايونيز، تحبوا الكاتشب تحبوا الهريسه ثاني يجي بنين ما شاء الله. نتمنى تجربوه ويعجبكم. تجيوك شغل اصابع هكا، اصابع الشوفلوغ والبطاطا، يجوا ما شاء الله ويجوا بنات. في امان الله، وما تنسونيش بالاعجاب والاشتراك.